وعملنا مع بعض النهاردة سفرة شم النسيم. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة واخواتنا الأقباط طيبين يا رب. عيد سعيد عليهم وعلى كل حبايبهم. تمام. احنا النهاردة في شم النسيم بنحتفل بقى، بيبقى يوم السمك والرنجة والفسيخ وكل أنواع الأسماك. تمام. عملنا النهاردة سفرة تحفة جدا. ايه رأيكم؟ هنمشي مع بعض خطوة خطوة ونشوف كل الأصناف دي عملناها مع بعض ازاي. نسمي الله ونصلي على الحبيب وندخل كده ونجيب معانا شوية كده من الطماطم، حوالي 3-4 طماطميات وبصلتين كبار. فلفل حامي، مش بتحبش الحامي هات البارد عادي، ما فيش اي مشكلة. انا حطيت حوالي 3-4 قرون 5 قرون. طبعا عشان الخلطة دي كلها هتبقى للسمك المشوي وللصيادية. تمام. حزمة كده من الشبت بيبقى حلو قوي في السمك سواء مشوي او صيادية. تمام. حوالي كده حتتين من الثوم، يعني حوالي راس توم 10 قرون كده من الثوم، ومعلقتين كبار من هريسة الشطة. فرمتهم بس مش ناعم قوي، خليتهم خشن زي ما انتوا شايفين كده. حطيت معلقة كبيرة جدا مليانة من الخلطة اللي احنا بتاعت التوابل اللي احنا عملناها مع بعض، اللي انا قلت لكم بتمشي للاسماك، جميع انواع الاسماك وجميع انواع الفراخ. تمام. معلقة كبيرة ومعلقة صغيرة مليانة من القرفة وكزبرة وكمون، وحطيت كمان الملح ظبطته وقلبت الخلطة كده. تمام. هنبدأ نحط ده سمك تونة، نضفته كويس جدا وبنقعه كده، بحط عليه ليمون كتير جدا، يعني كل سمكية بتاخد لها ليمونة بحالها، وبسيبها من ساعة لساعتين منقوعة في الليمون بعد التنظيف عشان تشيل اي ريحة زفار. بعد كده بجيب هريسة الشطة وبدهن بيها السمك، تديها اول لون حلو وطعم حلو. وادي الخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها حطيتها برضو على السمك التونة وادخلها الفرن يتشوي معانا. تمام. نيجي عند الصيادية بقى بتاعت السمك، برضو كنت نقعها في الليمون بعد التنظيف بشوية، وبعد كده بروح جايه حشيها بالخلطة وحط عليها الخلطة زي ما انتوا شايفين، وبرضو كمان بعصر عليها ليمونتين كبار. صيادية السمك بتحب الليمون جدا ويكون كتير. تمام. هحط بقى كده شوية من الزيت عليها وبدخلها برضو الفرن تستوي معانا. طبعا صيادية السمك ما بتاخدش سوا لان ده سردين بلدي مش بياخد سوا. جبت كده رنجاية عشان كل واحد نفسه في حاجة ياكلها، اللي نفسه بقى في رنجة، اللي نفسه بقى في سمك مشوي في صيادية. عملت لهم كذا صنف. هننضف الرنجة بطريقة بسيطة جدا، مش محتاجة بوتاجاز بقى ولا شوية ولا بهدلة. شلنا الجلد بتاع الرنجة بكل سهولة من غير ما نحطها على النار خالص. وهبدأ انضفها بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي، ونطلع بقى اللحمة بتاعتها وننضف الرنجاية بتاعتنا. تمام. بالشكل ده. بعد كده ما نضفت الرنجاية ببدأ اقطعها، وهنعمل النهاردة سلطة رنجة كده حلوة تفتح النفس للي نفسه في اي حاجة على سفرة شم النسيم بياكلها. تمام. نضفت الرنجة وقطعتها بالطريقة دي قطع صغيرة. وهنبدأ بقى نجيب ايه؟ بصلاية. يا ريت سلطة الرنجة بتحب البصل الاخضر، لو عندك بصل اخضر قطعي، مفيش مش متوفر ما عندك في البيت هاتي بصلاية عادية. حطيت بصلاية كده حلوة، وكمان حطيت 2 من قرن الفلفل الحامي. قلتلكوا لو مش بتحب الحامي او السبايسي هاتي بارد مفيش اي مشكلة. عصرت ليمونة كبيرة كده وكمون وفلفل بابريكا. تمام. وشوية كده من الزيت كده بسيطة، واحط طحينة بالشكل ده. وحطيت لها بصراحة رشة بسيطة من الملح علشان الرنجة بتاعتي دي دلع، وكمان السلطة خلتها دلع اكتر. ظبطتها كده وقلبت الطحينة فيها، وهبدأ برضو ازينها بطحينة كده من على الوش وشوية كده من الخضرة. وادي سفرة شم النسيم النهاردة معانا. شايفين السمك المشوي بعد ما اتشوى بقى شكله عامل ازاي؟ تحفة جدا بجد، مش السمك المشوي بتاع ده يفتح النفس. عملناها النهاردة بطريقة السنجاري وعملتها لكم كتير جدا 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 على صفحتي وعلى قناة اليوتيوب. عملت طريقة السمك المشوي ده كتير قوي. وادي الصيادية بتاعتنا تحفة جدا. محتاجة بقى تاكلها برز، تاكلها بعيش. انا عن نفسي بحب اكلها بالعيش كده بالخلطة بتاعتها. شايفين السمك السنجاري بتاعنا المشوي تحفة. وادي سلطة الرنجة بتاعتنا وشوية سلطة خضراء وطحينة ورز صيادية وبألف هنا. وادي السفرة بتاعتنا جاهزة وبألف هنا على كل اللي كل منها. حلوة جدا، حاجة تفتح النفس. ملحقتش انزلها لكم يوم شم النسيم، بس عادي ممكن انزلها لكم في اي يوم.
كل سنة وانتم طيبين.